مساء الخير عليكم جميعا، يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. قبل اي حاجه، قبل ما انزل الفيديو او اقول لكم انا عايزه اطلع النهارده اقول لكم على ايه حاجه حلوه قوي يعني. حاجه هتستفادي منها في المطبخ يعني. طبعا انا بنزل لكم وصفات وبنزل لكم اكلات على قد ما بقدر، بس انا شايفه مفيش تشجيع، فيا ريت تشتركوا عندي في القناه على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، تشجعوني عشان استمر معاكم واكمل. عشان لو انتوا شجعتوني انا تعملوا شير للفيديوهات، تكتبوا تعليق حلو منكم، هتشجعوني ان انا اكمل وهتشجعوني ان انا اكبر القناه والقناه تكبر بيكم. طيب واحنا بنفيد بعض، احنا ستات بيوت وبنفيد بعض. هنا النهارده بقى ايه الفيديو بتاعي يخص ايه؟ يخص التنظيفات بتاعه المطبخ. طيب انا الفوط دي، فوط المطبخ دي انا ما كنتش واخده بالي منها خالص، لسه واخده بالي منها يعني قريب، بس مش قادره اوصف لكم الفوط دي قد ايه حلوه جدا. فوط مطبخ بس سحب زي المناديل السحب كده. اولا سعرها اهبل جدا، واختراع في المطبخ، مش قادره اوصف لكم قد ايه هي اختراع بجد. جيبوها على ضمانتي. اول حاجه طبعا انتوا كل يومين تجيبي الفوط بتاعه المطبخ وتغسليها وتغليها في ميه سخنه في الغساله، وتحطي عليها يعني كلور وحاجات من دي عشان تعقميها طبعا، لان دي فوط مطبخ وبنمسك بيها الاكل فلازم تكون نظيف. طيب الفوط دي بقى طلعت اختراع. الفوط ديت ما بتلزقش فيها الحاجات الوسخه اللي هي الدهون والحاجات ديت، ما بتمسكش فيها، بتنظف حلو جدا البوتاجاز، بتخلي البوتاجاز معاكي بيبرق. الميه اللي على الحوض، الرخامه، عايزه تلمعي، بصي هي سحب، بتسحبيها كده وهي فيها كتير يعني، فيها كتير يا معاكي كتير جدا. بتنضفي بيها اي حاجه في المطبخ. قطن، الخامه بتاعتها قطن زي ما انت شايفه كده اهي، الخامه بتاعتها قطن، خطيره بجد. انا بنصحكم تجيبوها. انتوا تعرفوا ان انا يعني طلعت 2 بستخدمهم تقريبا حرفيا بقى لي اسبوعين ما غيرتهمش. اول ما بتنزل تحت الميه الفوطه دي سحر، اول ما بتنزل تحت الميه وبتنزل من عليها اي حاجه مش نظيفه بتلاقيها رجعت نفس اللون كده، ولا كأن كان فيها حاجه. طبعا كلكم بتعانوا من مسحه البوتاجاز، القماش الفوط بتاعه البوتاجاز لما بتمسحي بقى البوتاجاز بيحصل فيها دهون كده ومبتبقاش حلوه، واكتريتنا بنزهق منها بسرعه وبنرميها في الايه في الباسكت. دي بقى تلزقش فيها دهون، هي دي الميزه التحفه اللي عجبتني فيها جدا. بنضف بيها المرايات، بنضف بيها الرخام بتاع الشقه كله. انتوا مش متخيلين الفوطه دي اختراع، انا ازاي ما خدتش بالي منها قبل كده. دي اول حاجه، دي للفوط بتاعه المطبخ، سعرها على قد الايد، سعرها بسيط جدا. لو بصيتي للتكلفه بتاعه الفوط الثانيه هتلاقي دي يعني دي اساسا مش فلوس، فاهماني؟ طيب تاني حاجه عندك ده برضو اختراع. دي مناديل مبلله بس بتاعت الدهون اهي، مرسوم عليها البوتاجاز، بتنظف الدهون اللي على البوتاجاز. دي بقى لو انت عندك الحيطه اللي بعد الحيطه اللي ورا البوتاجاز، طبعا دي بتتاثر بالدهون بسرعه جدا، او الشباك الالمونتال اللي هو فوق البوتاجاز على طول، او الشفاط. بصوا مش قادره اوصف لكم المناديل دي سحر هي كمان. اول يعني طبعا لو انت مش تجيبي بقى دهون متراكمه بقى لها 50 سنه وتقولي ده انا عملتها وما طلعتش، لا، لو انت دهون مثلا اسبوع ماشي، لو عملتي بيها كده بتروح شايلاها. اللي هو دوت بتاع البوتاجاز، اللي هو الحديد اللي بيبقى على عيون البوتاجاز ده، لو مسحتي بيه كده ده مع تنظيف ان انت بتنضفيه يعني طبعا يومي. يعني انا عن نفسي بنضف البوتاجاز دوت بعد كل اكل على طول، بمسح، عندي فوبيا بس بيبقى فيه دهون لو عملت كده. طبعا عندك المطبخ الالمونتال، بتروحي ايا كان نوع المطبخ، خشب، المونتال، ايا نوع يعني، بتجيبي المنديل ويا دوبك بس تمسحي كده تلاقيه لمع، وتلاقي المنديل بدل ما هو لونه ابيض بتلاقيه لونه غامق. ازاي ما تعرفيش؟ سحر والله بجد. انا حبيت اطلع اقول لكم وافيدكم ان المناديل ديت خطيره جدا، وبرده تقريبا هما الاثنين ما يكملوش 60 70 جنيه، يعني الفوط المطبخ ودوت ما يكملوش 60 70 جنيه، يعني مش فلوس اساسا. انت لو بصيتي انت بتصرفي على الدهون بتاعه المطبخ دي فلوس قد كده. فانا حبيت افيدكم، حبيت اقول لكم انتوا عارفين اي حاجه بجيبها او اي حاجه بعملها، بس طبعا المناديل دي ما تجيش على يعني ناحيه عينيكي ولا بقك ولا كده، عشان فيها ماده كيماويه يعني اللي هي بتشيل الدهون اكيد يعني.
فخليكي حريصه يعني من الحته دي. وان شاء الله يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش اشتراك، مش تنسوا لايك، كومنت حلو جميل منكم تشجعوني عشان اي حاجه جديده بطلع اقولها لكم، اي وصفه جديده بطلع اقولها لكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.